بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم شيخنا. الله يسلمك. مبارك لكم ولادة الإمام الحسن عليه السلام. جزاكم الله خير. الله يسلمكم. شيخنا، أفهم من الآية المباركة أنه أكو أشخاص الله سبحانه وتعالى يسميهم. جميل. أولا هذه الآية من سورة مريم أو سورة كاف هاء ياء عين صاد. المحور الأساسي لهذه السورة أو من المحاور الأساسية لهذه السورة بيان قدرة الله تعالى وعظمته وقوته في الواقع. أما بالنسبة للآية الكريمة، نعم، الله تعالى يسمي بعض عباده، ولهذا علينا أن لا ننظر إلى التسمية باستهانة وعدم اكتراث في الواقع. التسمية مهمة، تعطي انطباع عن عقائدك، تعطي انطباع عن هويتك، تعطي انطباع عن ثقافتك، وهكذا. الله تعالى سمى يحيى عليه السلام كما في هذه الآية. وبالنسبة لصاحب هذه الليلة الإمام الحسن عليه السلام، سلام الله عليه، لما ولد السيدة الزهراء قالت لأمير المؤمنين: سميه يا أمير المؤمنين. قال: أنا لا أسبق النبي بتسميته. إجا النبي صلى الله عليه وآله: سميه يا رسول الله. قال: أنا لا أسبق ربي بتسميته. ينزل جبرائيل من السماء يقول له: يا رسول الله، العلي الأعلى يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام وإلى آخره. يقول لك هذا سميه حسن، سميه حسنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله هم سماه حسنا كما أمرت السماء. يعني الله تعالى اشتق له اسما من أسمائه، فهو المحسن وهذا الحسن. جميل. عليه السلام. هنا أكو مسألة أخرى هم كون نلتفت لها. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، حتى الاستفادة تكون مو فقط بجانب معرفة أهل البيت عليهم السلام، استفادة بجانب تربوي وأخلاقي وإلى آخره. أمير المؤمنين في خطبة من خطبه بنهج البلاغة يخلي من حقوق الولد على الوالد أن يحسن اسمه أو تسميته، أن يحسن اسمه بتعبير أدق، أن يحسن اسمه، لأن قلت لك هذا الاسم يعطي انطباع معين وإلى تأثير حتى على صاحبه في الواقع بالجانب الإيجابي والسلبي. تبقى مسألة أخيرة. سابقا كان ناسنا يسمون بأسماء موحشة غريبة، والآن يسمون بتسميات طابعها غربي، بعضهم طبعا لا ذاك صحيح ولا هذا صحيح. يفترض بينا لا إفراط لا تفريط، نسمي أبنائنا بتسميات حسنة طيبة حتى تعطي انطباع طيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. الله